شيري، في ايه يا شيري عندك؟ امسكي يا حبيبي، متشكر جدا يا شيري والله. الله يستر الشمع دي. الله يسعدك يا بنتي ويعينك ويقويكي. النبي شيري دي بنت حلال يا سيد. بالشفا يا رب. والله يا ماما انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفيرها. شيري عملت معايا حاجات كتير عمري في حياتي ما كنت اتصورها. مستحمله معايا شايلاني من ساعه ما بقيت اعمى ولحد دلوقتي مكمله. ما تقولش كده يا سيد، انا مراتك، وبعدين الطبيعي اللي انا اعمله ده. امال لو انا ما عملتش كده مين يعني اللي يعمل كده؟ اجيب واحده من بره غريبه هي اللي تعمل كده معاك؟ بنت الاصول يا بنتي اللي تقف جنب جوزها في الزنقه وفي كل حاجه. ربنا يبارك لك ويسعدك. طبعا يا ماما والله انا عرفت اختار فعلا. ربنا يخليها ليا يا رب. يا رب يا بنتي. ويخليك ليا يا روحي. بقول لك ايه عايزك في كلمتين كده. خير يا بنتي افهمي، انت مش معاك اللي مقدرك، اللي زيك زي القمر كده، عايزه واحد يخليها ملكه في البيت، يحس بجمالها، يحس بشكلها، يحس بحنيتها بطيبتها. بقول لك ايه يا عمر، ما تريح شويه بقى. هو في ايه؟ انت في الطلعه والنازله لازق لي كده واقف لي في ايه؟ مش كده. انا عايزك تفكري، مش بيقولوا برضو الزن على الودان امر من السحر؟ لا يا حبيبي مش هفكر، وانا واحده متجوزه وبحب جوزي. صدقيني يا بنتي انت محتاجه اللي يقدرك، وهو ما بيقدركيش ما بيشوفش. مالكش دعوه اصلا، ويشوف ولا ما يشوفش دي بحاجه ما تخصكش انت. طب فكري، مش هتخسري حاجه. مش هفكر في حاجه، وبعد اذنك ما تتعرضليش، ولما تشوفني مالكش دعوه بيا. يا بنت اللي بيحبك غير اللي مش شايفك، وانا بحبك. ده انا كل يوم بقف لك كده عشان اشوفك وانت رايحه وانت جايه. وايه اللي موقفك اصلا؟ انا واحده متجوزه، يعني المفروض تخلي بالك على دمك وتحس شويه. ما هو ان جوزك ما ينفعش. بيشوفش وانت مش عايزه تحسي. وانت حسي مالك؟ بنفسك. انا اشتكيت لك؟ ده انت بني ادم غريب. خلاص يا شيري خلاص، انا شبعت والله. انا والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. والله يا شيري انت عملتي معايا حاجات لو واحده غيرك كانت سابت البيت ومشيت، ما كانتش استحملت. كانت قالت ايه اللي جابرني على العيشه ديت. انا بقعد مع نفسي كده عمال اقول يعني ازاي هي مستحمله كل ده معايا، بتاكلني وبتشربني وبتديني العلاج وبتدخلني الحمام. مفيش حد في الدنيا بيستحمل كده. طب ايه المقابل اللي انا ممكن اديهولك؟ مفيش مقابل. انت شايله البيت وبتعملي كل حاجه. انا يعتبر انا في البيت ما بعملش اي حاجه خالص. ايه اللي انت بتقوله ده يا سيد؟ بس انت جوزي وحبيبي، وبعدين انا عمري ما حسبتها كده ولا عمري فكرت كده، واي واحده مكاني بنت اصول وبنت ناس هتعمل اللي انا بعمله اكتر كمان. انا عارف ان انت بنت اصول والله العظيم، بس برضه بيجي علينا وقت كده وبنزهق لما نعمل الحاجه على طول. لما كل يوم مقرر علينا الحاجه نعملها على طول بنزهق. فعلا انا مش عارف اشكرك ازاي. انا بتمنى من ربنا ان انا ارجع افتح تاني واشوفك عشان خاطر اشكرك. فعلا انا مش عارف اقول لك ايه. سيد ما تقولش كده وما تشكرنيش، وما فيش ما بيننا اي شكر. انت جوزي وحبيبي وانا بحبك، وما تقوليش الكلام ده. استحاله ان انا اقبل ان انت تقولي حاجه زي كده بجد، لان اللي انا بعمله ده بعمله علشانك، علشان انا بحبك، وانا موافقه بده وقابله بده. مالكش دعوه انت باي حاجه. انا في حاجه عايز اطلبها منك بس مكسوف. لا اطلب طبعا. ممكن تدخليني الحمام؟ اه طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اشكرك. تعالى. هو انت هتفضلي لحد امتى مع جوزك الأعمى ده؟ لا ما تقوليش عليه كده يا هدير. في ايه؟ ده جوزي وحبيبي، وان ما كنتش ابقى معاه واخدمه برموش عينيا. يعني ايه المشكله؟ مين اللي هيعمله كده؟ اجيب له واحده من بره تعمل له كده؟ هو انت يا بنت مغفله؟ انا لو مكانك مش هرفض اللي معاه فلوس. انا لو مكانك انت مغفله، انت بتفهميش اصلا. انت عاجبك كده تفضلي تهنيني وتستتي وتخدمي وتشيلي وتحطي وتلبسي وتحممي؟ في ايه يا حبيبتي؟ هو مش طفل صغير، وبعدين هو ما بيشوفش، وانت مستحمله على ايه؟ مش فاهمه. انت قصدك على عمر طبعا. قصدي على عمر. ده في الطلعه والنازله والرايحه والجايه مزهقني وعمال يعاكس وقله ادب. انا مش فاهمه بصراحه. يا بنتي واحد مقدرك، ليه ما تقدريهوش؟ هو مقدرك، انت مغفله ما بتفهميش. يا هديره انا ست متجوزه، ما هو ما ينفعش برضه. وبعدين جوزي يعني مش معنى ان هو كفيف فانا بص بره. يعني انا بنت اصول، يعني لا دي اخلاقي ولا ان انا اقدر اعمل كده بصراحه. يا حبيبتي هو انت بتحسبي جوزك ده جوزك اصلا؟ هو قاعد معاكي زيه زي اي كنبه ولا زيه زي اي حاجه محطوطه في البيت؟ هو له لازمه اصلا في البيت؟
كفايه حرق دمي يا شيخه، ده انت بتضيعي عمرك يا ستي. فوقي شويه لنفسك وافهمي، انا بنصحك للصح، انا اختك، وبعدين انا مش مستفاده حاجه، انا بقول لك الصح وخلاص. بقول لك ايه، استغفر الله العظيم يا يا رب. بنتي بقى حس بيا، انا كل يوم بقعد افكر فيك، انت ما عندكيش دم خالص يا بنتي. انت اللي زيك عايز حد يقدر جمالها وستايلها وحنيتها وشكلها الجميل ده، كل يوم يقول لها كلام حلو، كلام حلو يبقى هو شايفه، مش كلام حلو على الفاضي. افهمي، انا بحبك ومعجب بيكي من زمان. انا واحده متجوزه واحد مش شايفك، مش شايف جمالك، افهمي حاجه زي كده. هو عمل كده يعني، ما دي حكمه ربنا، هو ملوش ذنب. خلاص يبقى انت مش ذنبك تشيلي بقى حاجه مش بتاعتك. وانت فكرك لو انت اللي كنت عامله كان هيستحملك؟ والله ما كان حصل. فكري، مش هتلاقي حد يحبك زيي ولا يدلعك ولا يخرجك. بذمتك اخر مره خرجت كانت امتى؟ فكري. طب ما انت عارف ان سيد موجود. يا سلام، اكيد وحشتني يعني. اه ايوه بس ماشي خلاص ماشي، مستنياك. باي. بعدين هو كده كده سيد مش هيشوف حاجة، عادي. ايه الدنيا امان؟ نام ولا ايه؟ نايم يا سيدي. تعالى نخش جوه. شيري اسود، اعمل ايه دلوقتي انا؟ اعمل ايه؟ شيري مش عارفة. امشي يا عمر. شيري، في ايه يا شيري عندك؟ ايه اللي وقع ده؟ ما فيش يا سيد، ما فيش. انا كنت بجيب لك حاجه من تحت. انت ما ايه اللي طلعك؟ امال انت كنت فين؟ انا عمال انادي عليكي بقالي كتير. كنت تحت بجيب حاجات للبيت وحاجات ليك. خش ارتاح. اصل انا كنت نايم فما لقيتكيش، قعدت انادي عليكي ما اعرفش انت فين. لا انا تمام. انت كويسه؟ طيب ايه اللي وقع؟ انا لما جيت لقيتك بتنده، انا اتخضيت عليك اصلا، فجيت جري بسرعه عليك بحسبك في حاجه، فاهم؟ طب انت كويسه؟ انا كويسه. تعالى خش جوه. تعالى. شيري انت فين يا شيري؟ انت كل شويه تسيبيني لوحدي يا شيري، ميعاد الحقنه يا شيري، ما ينفعش اتاخر عليها. شيري انت فين؟ ميعاد الحقنه، ميعاد الحقنه يا شيري، ما ينفعش اتاخر عليها دي. بالله عليك انت فين؟ طب رد عليا. طب فيكي حاجه؟ طيب يا شيري الباب ده شيري. ايه، ظبطت الكلام؟ ما تقلقش، كل حاجه متظبطه. ما عشان ما يحصلش زي المره اللي فاتت ولا ايه نطت ويجرينا. انا قطعت الخلف وانا بجري. خلاص يا قمر، انت اصلا اتلهوكت ووقعت الدنيا كلها. ما انا قلت لك 100,000 مره تعالي عندنا امان ونقعد براحتنا يا ستي، ايه المشكله يعني؟ شيري استغفر الله العظيم. شيري او مجري ولا مش على ميل؟ عشان دايما بجري. فين يا شيري؟ امشي على مين. رحتي فين؟ ايه يا سيد؟ ايه يا حبيبي؟ كنت فين يا بنتي؟ انا عمال ادور عليكي. مفيش، انا موجوده يا سيد. هروح فين؟ كنت برمي الزباله وجيت يعني، مش قصه. في ايه؟ انت ايه اللي قومك ولا انت طلعت منين؟ انت متاكده انك ما كنتيش موجوده هنا؟ في يا سيد؟ لما كنتش موجوده كنت برمي الزباله يعني. في ايه؟ كنت بترمي الزباله. طيب ممكن تقعديني؟ تعالى. عايزه اجيب لك تاكل حاجه او تشرب حاجه؟ لا ما تجيبيش حاجه، مش عايز اي حاجه خالص نهائي. انت كنت في البيت فعلا ولا كنت فين؟ كنت بره يا سيد، ما كنتش في البيت. على فكره دي تالت مره تسالني نفس السؤال. متاكده انك ما كنتيش هنا فعلا؟ على فكره دي تالت مره تسالني نفس السؤال. ايوه يا سيد، ما كنتش هنا. انا عايز اسالك سؤال واحد. اسال. مفيش حد كان هنا؟ حد كان هنا؟ ايه السيد اللي انت بتقوله ده؟ رد عليا بصراحه. انت شكلك بتهيألك حاجات بقى.
متهيألي حاجات وانا اعمى. اه انت ممكن يبقى بيتهيالك حاجات عادي يا سيد. هو انت بتشك فيا ولا ايه يا سيد؟ هو في اعمى بيتهيأله حاجات؟ اكيد. في اعمى بيشوف ما بيشوفش، صح؟ انما في معرفش. اعمى بيضحك عليه. في اعمى الناس بتستغفله فعلا. في اعمى بيبقى مدي الامان لحد وعارف ان هو اقرب حد ليه، وفي الاخر الثقة ديت بتبقى لحد مش موجود في الحياة خالص خالص. هو انت مين؟ انت مين بقى؟ انت مراتي اللي انا اتجوزتها؟ انت مراتي اللي انا اتجوزتها؟ انت متأكدة ان انت مراتي فعلا؟ انا كنت عايز افتح عشان اشكرك. بتخونيني انا؟ سيد انت فتحت. بتخونيني انا كان نفسي ارد لك جميل من اللي انت عملتيه معايا. اقل حاجه عملتيها معايا كنت عايز اعملها لك وحاجه اكبر من كده. بتخونيني فعلا؟ ده رد الجميل؟ انت فعلا جميلك فوق راسي، وقفت جنبي كتير وعملت معايا كل حاجه. بتخونيني انا؟ هو ده؟ لا انت هتقولي ايه؟ مش هتقولي اي حاجه. انا فعلا كان نفسي افتح عشان خاطر اشوفك، اشكرك، عشان خاطر انتي الوحيدة اللي حنينة عليا. كنت حنينة عليا من امي. ابقى انا كده اشوفك مع حد غيري؟ سيد انا اسفه. سيد انت اسفة ايه؟ هو في اسف في الخيانة فعلا؟ مفيش حاجة اسمها اسف في الخيانة. انا ما اقدرش اتكلم اي كلمة تانية. تعرفي انا نفسي في ايه؟ نفسي ارجع اعمى تاني، لان فعلا الدنيا دي صعبة. الدنيا دي فعلا انا عمري في حياتي ما شفت كده. طب ما كنت مشيتي، كنت قلت مش عايز اعيش معاك، انما تصدميني. انت وجعتي قلبي. عارفه وجعتي قلبي ازاي؟ عشان خاطر فتحت على حاجه صعبه، خيانه مراتي ليا. بالله عليك تسيبيني في حالي، وانا مش هعمل معاكي اي حاجه خالص، لان جميلك اللي انت عملتيه معايا هو اللي شفع لك. انت طالق يا شيري، روحي عيشي مع اهلك. سيد اسمعني. طيب مفيش اسمعني. انا استحملتك بالله كتير، عليك انا بس مش عايز ما ألمسك. قدرتش، ضعفت في الاخر. يلا يا غصب شيري. عني. شيري سيد اسمعني. روحي عند اهلك يا شيري، بعيد عني. سيد طب سامحني. ابعدي المرة دي. عني يا شيري. عشان خاطر مفيش سامحني مسامحه في الخيانه. الخيانه اصعب حاجه في الدنيا يا بنتي. انت متخيله انت عملت معايا ايه؟ امشي يلا.